So come on, keep on grooving. So if you want to party, come on and move your body. Come on and move your body. Your body and your soul. So you can hear the DJ. He takes you in control. So step into this beat now. That beat that makes you move. The movement gives you power. The power to the groove. Come on, baby, I want to party. Come on, right to the dance floor. I wanna swing the day on and everybody's moving. So come on, keep on grooving. So if you want to party, come on and move your body. Come on and move your body and your soul. So you can hear the DJ. He takes you in control. So step into this beat now. That beat that makes you move. The movement gives you power. The power to the groove. السلام عليكم. أنا أحد أعضاء الدراجين ليبيا اللي هم بعض شباب طرابلس ومن جميع المدن الليبية. انطلقت يوم الجمعة في مدينة طرابلس نديروا جولة حول المدينة وشباب دراجاتها، وعندنا نشاطات هلبة من ضمنها نطلع برا المدن القريبة مثل جادو، سلاتة، الزنتان، مصرات، القمص. نديروا جولات بالدراجات النارية، وعندنا حتى مشاركات خارجية برا البلاد. نمشوا لتونس، حصلنا على الجائزة الأولى في اليونان، وعندنا بعض المجموعة مشاركة توا في مهرجان الغردقة في مصر، جمهورية مصر. وكلنا نبغوا نقيموها بالبلاد ونبغوا نعطوا صورة كويسة على ليبيا وبالأخص على مدينة طرابلس. طبعا لما نطلع بالدراجات من ضمن الحاجة اللي نوصلوا فيها نديروا في تصاوير على خلفيات جنينة في مدينة طرابلس، نبغوا نعرفوا بلادنا بالحاجات اللي عندنا، حتى لما نطلعوا برا طرابلس مدن ثانية نعطوا صورة حلوة على السياحة في ليبيا. من ضمن الأهداف بتاع الشباب إن ترويج السياحة للبلاد، وفي نفس الوقت بنحوا الفكرة اللي واخدتها الناس إن كل من يسوق دراجة نارية هو إنسان مش مضبوط ومش محترم. بالعكس، احنا ما شاء الله عندنا المهندس، عندنا الكابتن، عندنا الدكتور، عندنا الشاب، عندنا الكبير في السن، وكل اللي يجمعنا الاحترام والقدر. ومن ضمن نشاطات الشباب اللي هو قمنا ب تفكر فيها رحلة سلام اللي درناها من طرابلس لجادو. وهذه الرحلة كانت الطريق كانت مسكرة، اللي هي الساحلي كان مسكر، وكنا من أول الناس اللي فتحنا الطريق وطلعنا من طرابلس بالمدينة اللي وصلنا جادو. احنا قايمين العلم البيضاء وطالعين بدراجاتنا، وكان فيهم 105 دراجة. ومن ضمن النشاطات الثانية ان احنا نديروا في افطار صايم في رمضان، ونمشوا لدار الايتام نوصلوا لهم في البهجة والفرحة، ونمشوا لابهاتنا وامهاتنا في دار الايتام حتى نزوروا فيهم ونرفع مكتب ربي اللي نقدروا عليه. ونبوا ملاحظة ولا بنقولوها ان هذا كله راهو من مجهود الذاتي، ما فيش حد متكفل بالشيء هذا الا احنا من مجهودنا الذاتي ومن جيوبنا ومن الناس الطيبة الله يبارك فيها اللي تعاون فينا مرة على الحاجات هي.